حبايبي بقى الف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. عملنا طبق كشري اهو. انا كنت بصراحه مكسله اقوم اعمل حبه كشري كده، كان نفسي فيه، وقلت بقى ايه هجيبه من بره. بس الطبق اللي زي ده كده حبايبي علشان اجيبه ومن بره هيبقى ب35 جنيه، وبعدين على ما مطلوبه يجي يعني هيتأخر عليا ويقعد ساعة او اتنين على ما يجي. فانا قلت بدل ما اطلبه من بره واغرم فلوس، طب ما انا عندي الحاجة في البيت اهي. عملت الكشري الحلة الواحدة اهو. يا حبايبي اهو، في ناس تقول لك ايه ده انتوا ما تعملوه في حلة واحدة هيطلع الرز غامق، والرز هيبقى غامق. عشان الرز معاكم اهو حبايبي، والمكرونة معاكم اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ومعانا هنا الطبق بقى غرفناه، وعملنا حبة صلصة، وعملنا حبة بصل اهو معاكم. ويعني هو ناقص مش ناقصه اي حاجة غير ان انتوا يعني ايه تعملوا له لايك واشتراك. يعني اقل حاجة نعملها عندنا في البيت، واكل على قد الايد. ما كلفتناش حاجة، كل حاجة عندنا في البيت. وكنت مكسله والله اقوم اعمله، كان نفسي فيه. قلت انا قاعده لوحدي بقى، ما اعمل بقى ايه طبق على قد كده. وتعالوا بقى كده نشوف الطبق الحلو ده عملناه ازاي. يلا حبايبي بقى، اللي قاعد كسلان كده مش لاقي حاجه يعملها، مكسل يطبخ. انا كنت مكسله والله اخش المطبخ اعمل اي حاجه اطبخ. فانا قلت بقى ايه اعمل حبه كشري كده على قدي، عشان انا بقى ايه يعني قاعده لوحدي كده. قلت ما اعمل حبه كشري الحله الواحده، الكشري المصري الحله الواحده. احنا حطينا هنا زيت، حمرنا البصل فيه، وخدنا بقية الزيت عشان نعمل منه التومة والصلصة. ومعانا هنا الكشري، حطينا هنا مية وعليها ملح وزيت تبع مكان البصل، كله في حلة واحدة. نحط المكرونة كده معانا، دي مكرونة سباكيتي. يعني اقل حاجة عندك، يعني ما تقوليش مثلا ايه ما عنديش مكرونة صغيرة، ما مش عارفة ايه. احنا حطينا المكرونة، وده ايه، وده الرز مغسول مع العدس كده حبايبي. كده حطينا المكرونة مع الكشري، حطينا المكرونة مع العدس والرز، غسلناه كويس. ده الكشري الحلة الواحدة حبايبي، حطينا كله مع بعضه كده. وايه، وبعد ما يستوي ان شاء الله هنعمل الصلصة، التومة بالصلصة بالزيت الباقي اللي هو باقي باقي من تحمير البصل. وده كله في حلة واحدة حبايبي. يلا حبايبي بقى، عايزة منكم اللايكات. الكشري الحلة الواحدة، الكشري المصري الحلة الواحدة، بأوفر طريقة وأسهل طريقة. وما تنسونيش في اللايكات. وإن شاء الله كده أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.